في قصص مش بتاعتنا بس وجعها بيقعد جوانا كأنه حصل لنا. القصة دي قريتها على الفيسبوك ومن ساعتها وأنا بسأل نفسي، هو العنف لو اتغفر بيقف ولا بيرجع أقصى؟ ست مصرية بتحكي رابع يوم في رمضان كانت مجهزة الفطار، التعب كله كان عليها وأهل جوزها عندها في البيت. قبل الأذان بنص ساعة حماتها نامت على كرسي الأنتريه وبنتها تجاهلتها ولا كلمة شكر ولا مساعدة. جوزها دخل وقبل الفطار بدقايق حماتها قالت جملة واحدة، جملة كسرت كل حاجة: هي أختك جاية تفطر ولا تشتغل خدامة؟ مراتك بتقول لها قومي حطي لي أكل. الست اتصدمت، قالت أنا قلت كده؟ والبنت قالت لها أيوة قلت كده. طلبت يحلفوا، قالوا عنها كدابة. اللي حصل بعد كده مش خلاف مش عصبية، كان ضرب مبرح، سحل وإهانة وورث في الدماغ. الجيران خلصوها، المستشفى استقبلتها ومحضر رسمي اتعمل. رجعت بيت أهلها، أبوها رفض الرجوع، نقل عفشها وخد ولادها. جوزها اتحبس وأهلها بدأ يضغطوا: سامحي تنازلي، ده رمضان. وهو وعد إن أمه ما تتدخلش في حياتها تاني. السؤال هنا هو ندم ولا لأ؟ هل الضرب مرة ممكن ما يضربش تاني؟ وهل التنازل شجاعة ولا مخاطرة؟ القصة دي مش بتاعتي بس رأيي واضح، الضرب مش غلطة، الضرب جريمة، واللي يكسر كرامتك مرة كسرها أسهل المرة الجاية. وأبوها كان بيحمي مش بيتدخل. لو قريتي القصة دي وحسيتي بالخوف بدل الأمان، اسمعي الإحساس ده. الحب عمره ما كان بالضرب، والتسامح اللي بيجي على حساب روحك مش فضيلة. هل الرجوع بعد الضرب شجاعة ولا بداية خطر؟ ولو قصة لمستك اعمل لايك وشير واكتبي رأيك في الكومنتات، يمكن توصل لحد محتاج يسمع.